سادتي الكرام، أهلا مرحبا بكم، ومساء الثلاثاء الذي نجدد فيه حديثا لهذا المساء. نلتقي من ناصية وطن هو أرض وشعب تجلى الله عليهما، فأودع فيهما ما أودع خيرا وفضلا وبركة بغير سعي منا، وإنما لإرادة أرادها هو سبحانه وتعالى أن يكون لنا من فضل وبركة محل تجليه تبارك في علاه، نفهم منها ما نفهم، ونستوعب من كنهها وفضلها ما نستوعب، إلا أن إحاطة بركة على هذه الأرض الطيبة وإيداعه للخير فيها بمجرد تجليه تبارك وتعالى، فما من كتاب أعلمنا فيه أنه قد تجلى على غيرها أو لغيرها. تبارك الله سبحانه وتعالى فأودع في مصر ما نهنئ النفس به، وهو ما أوجب على مصر مكانا وزمانا وأجيال من أبناء هذا الوطن الذي بورك سعيه وبورك جيل من بعد جيل، أن يكون مسؤولا عن حضارة الدنيا واستنارتها واستقرار قيم الحق والعدل والحرية فيها. هو تكليف أراده الله بأن تجلى على هذه الأرض، فأودع فيها فضلا نفهم البعض منه ونجهل ما نجهل، إلا أن الشفرة المصرية عبر هوية مصرية تضرب في التاريخ لما يزيد عن 42 ألف عام من الزمان حضارة، والمرجع هنا هو ابن مصر مانيتون السمنودي المؤرخ الذي أرخ للحضارة المصرية القديمة منذ أكثر من 2300 عام من الزمان، فكان هذا هو محيط المرجع الذي عاد إلى بداية الحضارة المصرية، حضارة قائمة منذ أكثر من 42 ألف عام من الزمان مضت. سادتي، نهنئ النفس بهذا، ونحن نلتقيكم في هذا الحديث ومساء الثلاثاء بصحبة الزملاء الأعزاء، الزميلة إيمان دياب والزميلة جيهان يوسف، والزملاء محمد أبو سعدة والزميل محمد سمير والزميل محمد الشافعي، وأشرف بلقائكم كثيرا كثيرا دكتور محمد الأشقر. هذه المساحة من العمل التي نميل فيها في هذه اللحظات إلى البناء داخل النفس الإنسانية من خلال بناء وعي الإنسان وثقافة الإنسان التي هي حافظة التراث ومترجمة اللحظة لصناعة المستقبل. فهذه الحافظة التي تكمن في النفس الإنسانية وهي بنيان الرب في صورته العظمى، التي نعبر عن الإجلال والتقدير لتلك النفخة التي وضعها الله سبحانه وتعالى فكرم بها الإنسان. وننطلق فيها في هذا الحديث حول القدرة الإنسانية والهوية الإنسانية للمواطن المصري، سواء عاش على أرض مصر أو خرج وتنقل ما بين ثقافات هذه الدنيا وما بين جغرافيا هذه الكرة الأرضية، إلا أن الهوية المصرية هي التي نعتبرها الوعاء الذي نعيش من خلاله فكرا وإبداعا وإضافة لهذه الدنيا، ونعيش من خلالها حفاظا وحفظا لهذا الوعاء الذي هو ثقافة الإنسان بأسره، اجتمعت في وسطية الجغرافيا ووسطية الشخصية المصرية. نشرف في هذا اللقاء أن يكون معنا واحد من النماذج المصرية، باحثا وكاتبا وشاعرا وباحثا في التراث أو في الهوية المصرية، وهو الذي عاش لعقود طوال خارج مصر، لكنه انتقل بثقافة مصر وبتراث مصر إلى الامتزاج مع الثقافة الإنسانية في صيغتها الأوروبية وفي صيغها الإنسانية المتعددة. نشرف أن يكون معنا الكاتب والشاعر والباحث في التراث والثقافة الأستاذ أحمد إبراهيم مرعو. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك دكتور محمد. أهلا وسهلا. نشرف بوجودكم ومشاركتكم. أهلا بك يا فندم. الله يحفظك. ده شيء يسعدنا. اسمح لي يا فندم، إلى أي مدى كان اغتراب عن أرض مصر
وأنتم صاحب هذا الإسهام في جماليات الخط العربي والمعبر به وظيفة وفنا في آن واحد، يعني كفنان للخط العربي، وعشتم في الخارج وامتدت الحياة لسنوات، وأصبحت هي مساحة من مساحات الاستقرار الحقيقي. كيف لم يكن على مستوى الثقافة؟ بالتأكيد على مستوى المجتمع وديناميكيات المجتمع كان هناك اختلاط بهذا المجتمع وتفاعل معه، لكن كيف كانت الثقافة المصرية التي عبرتم عنها في النمسا كواحدة من الحواضر الأوروبية، وكيف كانت الاستفادة أو إعادة الصياغة لتراث مصري قديم ولشخصية مصرية وثقافة مصرية مع هذه الثقافة الأوروبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أن الفن هو لغة العالم. صحيح. والخط والرسم هو لغة العالم أيضا، حتى لو كتب بلغات متعددة. الفن لغة أيضا الصم والبكم والذين والمخلوقات غير الإنسان يفهم بالإشارة وبالرسم، فهي لغة جميلة. الفن لغة جميلة معبرة مؤثرة تجذب وجدان القارئ والسامع والمشاهد. والفن يعيش بداخل الإنسان، والإنسان يعيش بداخله. الإنسان الفنان، وأنا لمست وإن كنت أحسب نفسي منهم، لمست في حياتي الفنية يعني أشعر باهتزاز رأسي عندما أجد خطا غير مستقيم، وأحدد بدقة هذا الخط يميل فوق أو تحت، ملي أو خلافه. فالإنسان الفنان يرى الخطوط مستقيمة، يرى الحياة المستقيمة، وإن كنا نعتب عليه أنه الاستقامة هنا ليست الاستقامة الخطية الهندسية، وإنما هي الاستقامة هي حدود السواء، أنه معبر بما أريد له أن يعبر. أكيد بلا شك. ربنا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يجعل في ذهن الفنان والمبدع بلغة أدق يرى الوجود جميلا، ويرى الخطوط مستقيمة، ويرى الحياة على وتيرة جميلة. وإذا تغيرت واهتزت هذه الصورة مثل الضباب يتضايق وينفعل بشدة. صحيح. وقد غذانا إليه أبو ماضي الشاعر: والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. يعني أنا أرى الماء وهو مستوي دون الرياح، وهو خط واحد على المية، أشعر لو نظرت إليه دقيقتين أو لحظات ممكن يغلبني النعاس لهذا السكون وهذا الجمال. فالفن ممزوج في كل الأشياء. وأفاء الله علي أيضا عندما لم أتمكن من تكملة مشوار الفن ورسم اللوح والخطوط بالتفكير الإبداعي. نقلت صورة بدلا من الرسم بالريشة نقلتها بالقلم. إذن أيضا الرسم والفن بالقلم والريشة، والخط والإبداع بالقلم والريشة وبالألوان أيضا. فسبحانه وتعالى والغربة أيضا أسهمت في الإبداع، ومن الإبداع ومن الآلام والمعاناة يولد الشعر كما قالوا. لكن أن تحيا في حاضرة أوروبية وقد احترفتم على مستوى الإبداع والفن والعمل، ربما كما ظننت الخط العربي، هل هذه الجماليات التي ندركها ونتلمسها في خط معبر عن هويتنا ومعبر عن تراثنا ومعبر عن جانب كبير من طبقات الحضارة المصرية المتعددة، هل القارة الأوروبية متلقية لمثل هذا الفن، متذوقة لمثل هذا الفن؟ متذوقين جدا ومتذوقون جدا لهذا الفن وهذا الجمال، وليس بالضرورة في اللوحات. مهتمين جدا بالسجاد الشرقي والرسومات الشرقية وبالموبيليا الشرقية. أكون سعيد جدا عندما أرى في واجهة محل موبيليا من دمياط مثلا. إذن يحترموننا، يقدروننا. هذه الشعوب لا تقدر إلا الجميل، إلا القيم، إلا الجيد.
أرى هذا الجمال عندما ينظرون إلى الحضارة الفرعونية واللوحات، وتقام هناك ما بين آونة وأخرى معارض مصرية لتنشيط السياحة، هناك التماثيل اللي هي غير حقيقية الهيكلية تقام هناك في دول، وإن كانت ليست بالكثرة في النمسا ولكنها في دول أوروبية كثيرة. يحتفلون كل عام بهذه الأشياء في مبنى الأمم المتحدة، كما يحتفلون أيضا باليوم اللغة العربية، ويكون هناك معارض للدول العربية على مستوى المشغولات اليدوية والحرفية والأطباق النحاس، ينصبون حتى العرب ينصبون الخيام. ومصر لها دور مشرف على مستوى السفارة، أيضا ينشرون هذا ويقيمون هذه المعارض. فالفن الفرعوني راقي، لغة حضارة، لغة مهما اختلفت الأقدار وتغيرت الأوضاع الاجتماعية، إلا إن مصر باقية. مصر نفهمها من الأجانب، مصر نعرف احترامها ونعرف قدرها من احترام الأجانب لها، حتى لو يعني بعض الدول لا تهوى قول الحقيقة إلا أنه في داخلهم، يعني ترى الجمال وترى في عيونهم، وترى عندما يعلقون اللوحات. عندما كانوا يطلبون منا أوراق البردي، وهذه كانت ثقافة كنت أحرص في كل عام أن أوزع في عمل معين كنت أعمله، أوزع مثلا عدة مئات من اللوحات الفرعونية عن طريق الورق البردي. فكانوا يفرحون جدا ويقولون لي حكمة جميلة: أنا لا أشتري الورق البردي من أي إنسان هنا، الحكمة في اقتنائي للورق البردي أن أذهب إلى مصر وأشتريه من هناك، وهنا يقبل على سبيل الهدايا، لكن أنا لا أشتري من محل هنا أوراق بردي في القارة الأوروبية. في القارة الأوروبية، يعني القيمة عنده يشتريه من مصر أو يهدى له في داخل دوله. الحمد لله. فده شيء جميل وعظيم. يجب على شبابنا أن يكونوا على مستوى عالي من الثقافة، ويدركوا هذا ويدرسوه أيضا لأبنائهم، ويبثون فيهم روح الشعور بالقومية والوطنية والهوية العربية المتأصلة فينا منذ الجذور. ويعرف الطفل الحقبة الجديدة، جيل الإنترنت إذا جاز لنا أن نسميه، صحيح. يقرؤون ينظرون إلى المكعبات ورسومات هذه الأشياء. يجب على كل أب أن يعرف أبنائه بالحضارة والتراث والتماثيل والحقبات الزمنية التي مرت على مصر، ومن أول الفراعنة والعصر العربي من أيام الحضارة الإسلامية وعمرو بن العاص، وكيف فتح مصر وكيف تعامل مع الأقباط في مصر، وكان رمزا للإخاء والتعايش السلمي. والعرب فتحوا وعملوا أشياء جميلة في مصر كانت يشهد عليها الأقباط أنفسهم بأنهم ساعدوهم في نصرتهم ضد الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا، ولم يحولوهم عن الطبقة الأرثوذكسية. فهذا للنماذج السابقة حتى صيغا مصرية بالوسطية التي أرادها الله لهذا الوطن. يعني الحمد لله، يعني مصر يعني لا زالت الحمد لله تسعى لحضارة الإنسان ولإطفاء الصراعات والنزاعات ولإحقاق الحق سواء للأشقاء أو في أقاصي هذه الدنيا، كأنها المسؤولية المصرية الملقاة على عاتق مصر. وما أن تقوى جزوة الحضارة على أرض مصر إلا ويتحسن مؤشر التعبير عن الحضارة الإنسانية على مستوى الدنيا بأسرها في كل شبر من هذه الأرض، وإن بعد كل البعد عن أرض مصر، إلا أن الحضارة تتسامى عبر الهواء وتافد إلى كل مكان ما دامت مصر في لحظة تضيف فيها إلى ما قدمته للإنسان. اسمح لي، يعني هذه النماذج التي توصي بها حفظا للهوية وحفظا لتراثنا وفهما لها، يعني سواء من خلال القراءة أو مطالعة
المصادر المتعددة. يعني هل بشرتم هذا على مستوى أسرتك، على مستوى نعم. الأسرة، على نعم. مستوى التنشئة لأجيال تنشأ في بيئة مختلفة مهما تحدثنا، وعليها أن تحترم أطر هذه البيئة وثقافة هذا المجتمع، لكن عليها أن تكون أيضا مجددة لما يعني منحها الأصل المصري؟ نعم بالطبع، حدث ذلك. والأبناء على سبيل المثال ابنتي أميرة دبلومة في الخدمة الاجتماعية، وابنتي الكبيرة دبلوم انجينير، وابن أيضا إبراهيم دبلوم انجينير، انخرطوا في هذا مهندسين المجال. واجتماعية. واجتماعيا الثقافة واحدة طبعا في تخصص الاجتماع واثنين في الهندسة. جميل. في دبلوم في الهندسة، دبلوم انجينير. عملوا حاجات جميلة جدا. وابن الآخر في اقتصاد وجغرافيا. جميل. ويعرفون الثقافة. أنا أكون سعيد جدا عندما أسأله في أو أقول له لفتة فرعونية أو عربية أو تراث أو معنى لغوي في كلمة الهوية بدلا من الهوية. صحيح. أجده يحدثني فيها ويقول أنا قرأتها باللغة الألمانية. أكون سعيد جدا عندما أجد كتبا من الكتب دينية مترجمة باللغة الألمانية والإنجليزية ويقرأها ويشرحها لي. هذا الجيل هو ما نعول عليه، أن هم أكثر منا ثقافة الإنترنت الجميلة وليست السلبية. نستأذنكم يعني مع آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الإسكندرية. يرفع الآن آذان العشاء. السيد والسادة، بعد أن أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الإسكندرية، نواصل هذا اللقاء وحديث الثلاثاء وحديث المساء، وبصحبة الكاتب والباحث الأستاذ أحمد إبراهيم مرعو. وهذه التجربة الإنسانية التي سعت لتكون مضيفة للثقافة. ربما بدأت الإبداعات الفنية من خلال التعبير عن الخط العربي كمسار في هذه الحياة، لكن هناك ظرف من الظروف جعلت الأمر يعدل بعض الشيء، فاتجه وانصب الجهد على البحث والدراسة والكتابة. يعني هي لحظة واضح ان هي لحظة قاسية يا أستاذ أحمد، يعني واضح ان هي حادثة ألمت بكم. الحمد لله ان ربنا أنجاكم ومتعكم بالصحة والعافية ومكنكم من قدرة ربما كانت هي المقصد، وهي رب ضارة نافعة. ونعم بالله. هو كذلك. اتجهتم للبحث وللكتابة سواء شعرا أو دراسة وأبحاث وكتابة في الثقافة وفي الهوية، وصار هذا هو المسلك. نعم. يعني كما ذكرتم رب ضارة نافعة. من أين بدأتم في البحث والدراسة وما الذي بلغناه؟ بدأت أول ما بدأت بالخواطر والشعر، ثم في لحظة صعبة، في لحظة تجربة مرضية ربما ومعاناة. الشعر والخواطر في بداية حياتي منذ 30 عاما أو أكثر. مع الخط بداية كان الخط والرسم، ثم التحول إلى الخواطر والشعر، ثم توقفت عن الشعر لو وجدت أن الشعر لا يسعني. أنا أريد أن أشرح بإسهاب وتوضيح كلمات معينة وأقصر الطويل المخل، وكأسلوب الأبحاث العلمية، تقصير الطويل الممل أو المخل، وإضافة المعنى البلاغي والبياني وهي أقنية للتعبير. ربما لم أجد ضلتي في الشعر، ربما لم أجدها في الخط، ربما لم أجدها في القصة، إنما وجدتها في مسار. هو يعني سبحانه وتعالى في البداية طبعا النزعة عندي إسلامية دينية. في البداية كان هذا حلال وهذا حرام، فاتجهنا رغم أنني لم أكتب في حياتي كلمة في الشعر في الحب أيضا إلا الحب العفيف والغزل العفيف، حتى كنت أخذه على أنواع من الطيور تغازل بعضها. يعني نحن يعني لا نتكلف هذا، لكننا قد نشأنا في مجتمع يعلمنا أن حسن الخلق وأن مكارم الأخلاق هي ما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم ليتمم عليه الصلاة والسلام. يجب على الإنسان الحريص أو الحصيف على
فكره وأدبه وكيانه وخلقه أن يلتزم السلوك الفطرة السليمة. صحيح. وليست الفطرة السليمة ليست لشريعة معينة. صحيح، هي اجتمعت عليها، وإلا ما كان نعم. المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هو تلك اللبنة التي تتمم هذا البناء. نعم. فوجدت أن الشعر لا يسعني ولابد أن أكتب المقالات، فبدأت في كتابة مقالات معينة. وجدت أن المقالات تطول، وكأن الله سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة، أراد أن يعدني للبحث العلمي. جميل. وبحثت في علمية الحج وأثرها على الفرد المسلم، وهذه العلمية لا توجد في كل الكتب الحج. بمعنى إيه؟ يعني وجدت طبعا الباحث يقدم، عندما يقدم رسالة، ده كان عنوان لبحث ورسالة. يشرح ويعد ويؤكد أن هذا العنوان لم يسبق له نشره ولا رسالة علمية. ده شيء تلقائي في كل الأبحاث العلمية. يعني حضرتك دكتور وعارف الكلام ده. كانت موضوع العالمية هي الشيء الجديد لأمة الإسلام، ما شاء الله. وأنا أفتخر به، ويمدحني أساتذة كبار. ومجمع البحوث الإسلامية أقر الكتاب مع بعض التعديلات، وهذا شرف عظيم لي. أصبحت دراسة منشورة. دراسة منشورة يعني. دراسة منشورة، وأنا أعدل في بعض الاتجاهات الفكرية، وهذا زادني شرفا وعلما. جميل. عندما تعرف الأفكار في أين تضعها. فأجدد فيها الآن، وعملت أيضا رسالة دكتوراه، الاستقامة وأثرها على الشخصية المسلمة في الغرب. وهذا حوار كمراسل صحفي أو مراسل إسلامي، كالأستاذ الذي تأثرت به كثيرا، الأستاذ فهمي هويدي، عندما كان يسافر لدول معينة وينقل الأحداث عنها. فهذا الذي استمر معي، بخلاف كتابة أبحاث علمية أخرى مع بعض الكتابات اللغوية، ومتعدد الحمد لله بفضل الله المواهب. في مقالات تؤلمني أكتب عنها، كل الشعر والمقالات التي نشرتها والكتابات. مدام الفكر يا فندم، كانت الفكر الغاية واقعية. منه أن يضيف لحياة الإنسان، وأن يجنبه التطرف والفكر الموغي الكاره للأوطان، أو فكر أهل الشر، أو فكر تلك النزعات التي تكذب بقدر ما تتنفس. مدام الفكر ينقي هذه المسالك، ويعتمد على وسطية هذا الدين، ويعتمد على الشخصية المصرية التي مزجت عبر 42 ألف عام من الزمان ويزيد كل حضارات عرفها الإنسان بعد ذلك. هو خصب هذه الحضارة ربما هو اللي دفعكم لتكون هذا الباحث المتصدي لموضوعات تعن له ولقضايا يظن أن الإضافة فيها أمر شديد الأهمية. لكن المساحة مزجت ما بين النشر بأوساطه المتعددة، سواء النشر في مصر والنشر في العديد من الحواضر الصحفية والبيئة الرقمية. هل البيئة الرقمية مثلت إضافة للباحث وللمبدع، يعني ليلقى مساحة، وإن بعدت عنه مساحات أخرى، لكن البيئة الرقمية مكنته من الوصول برسالته والوصول بأفكاره، وبالتالي التفاعل ما بينه وما بين الأفكار الأخرى؟ سؤال جميل، ويعني لكن أحب أن ألفت نظر حضرتك إن مهما كانت الكتابة الرقمية وخضنا فيها باع طويل، إلا أنها تندثر بعد فترة وتمحى من على الإنترنت. فالعودة ثم العودة إلى الكتاب الورقي. وأنا وهذا انقطعت عن النشر على الإنترنت، وأنشر الآن في الصحف الورقية لأنها مخلدة وجميلة وتفتخر بها. أما المقال بعد فترة مسحوه أو أزهلوه من الإنترنت، ويعتبر عمل يفقد. ولكن أنا الحمد لله كل أعمالي موثقة موجودة ودائما تنقح. الحرص على كتابة المقالات الاجتماعية التي تعالج قضايا المجتمع في الغرب، التي ترد الإنسان المصري والعربي حينما يحيد عن مخطه ومجاله الصريح الذي رسمه له الدين والثقافة، نعود بالناس إلى ذلك.
أقمنا عدة ندوات في الاتحاد العربي النمساوي عن أدباء المهجر، وسرنا على غرار هؤلاء الناس. شاركنا ده اتحاد للجاليات العربية أم اتحاد؟ أنا رئيس الاتحاد العربي النمساوي في النمسا منذ عامين، بدأنا في العام الثالث. ده معبر عن إيه؟ يعني بيجمع العرب الموجودين في بنجمع النمسا؟ العرب، الاتحاد العربي النمساوي للثقافة والفنون والاندماج. عربي نمساوي، ممكن يكون معنا عربي متجنس بالجنسية النمساوية، وممكن يكون معنا نمساوي الأصل. جميل جميل. وأولادنا في يوم صيغة الولد من صيغ هناك. الاندماج الحقيقي. نعم، أولادنا الولد هناك نمساوي. صحيح صحيح. وأصدقائهم من النمسا، وعملنا خليط ثقافي. ايه يعني الموضوعات اللي بتبقى مثارة في هذه اللقاءات؟ أنا دائما وقبل أن أعمل الاتحاد كنت حريص جدا على تقريب المسافات بين الشرق والغرب، جميل. وإزالة الغموض حول الأفكار المتعلقة بنا كالزواج من 4 والصداقة عندهم، والمحرم عندنا محلل عندهم. الاختلافات الثقافية يعني من بيئة اختلافات، محافظة شرقية ولكن إلى بيئة هؤلاء الناس يحتاجون إلى من يذكرهم عندما نشرح لهم هذه الأشياء. بدليل، واحدة كانت معي سيدة في العمل، من كتر شرحي وشرحت لها الزواج من 4 وأفضل من الصداقة بمفهومها عندهم، طلبت مني أن أذهب معها إلى المركز الإسلامي لتعلن إسلامها. نبين لهم هذه الأشياء، يقولون الصحف تكتب غير ذلك. هذا الإسلام. عندما أتوضأ في مطبعة أو في العمل وأمسح بالمناديل وأمسح الأرض، برمز أن الشعب، وهذا عندما يسألني مصري بيعرف أن هذا المصري ليس بالضرورة يكون فنان رسام، له حضارة، نظافة، قيمة، السلوك، بعث الروح وتجديد الفكر. عندما يرانا أقرأ في مواصلات وهم يقرؤون الصحف فقط، لكن أنا أحترم أي إنسان عندما أجده يقرأ كتابا في المواصلات العامة أو في المسارح. أقمنا هناك عدة معارض، ودعينا من مسرح يوهاني شتراوس، هذا كان أيام موتسارت. ولنا عضو الأستاذ محمد جميل سوري في الاتحاد يعمل في هذا المسرح، ويدعونا كل فترة بعدد معين نزور هذا المسرح ونشارك، نندمج في المجتمع ولا ننسلخ من هويتنا الإسلامية والعربية. أندمج، أنا لا أكتفي بإني أنسلخ أو لا أقلد أشيائهم، ولكن لابد علي أن أضيف. إذا أنت لا تريد أن تندمج في مجتمعي، اعطيني البديل، اعطيني آية كي أفهمك. لا تقرأ لي القرآن، ولكن اعطيني آية في سلوكك وفي تصرفك. بين لي الحضارة الإسلامية والعربية والفرعونية، بين لي سلوك الشعب المصري العريق. هناك معظم الناس يقولون مصر أم الدنيا، وأنا أقول مصر هي الدنيا، مصر كل الدنيا. نجد هنا في ما شدني كفنان الكباري المزخرفة والطرق الجميلة والنظافة، نسبة النظافة العالية، وشعور مشاركة المجتمع، أفراد المجتمع أراهم قلت يعني بعض الأخطاء، اللي هذا يدل على سلوك حضاري. وإن كانت بعض الأشياء كسبت من الإنترنت والفيسبوك برغم مساوئه الكثيرة، إلا نأخذ الجميل. أنشر كلمة، أنشر آية، أنشر ليس بالضرورة آية قرآنية، أنشر حكمة، أنشر سلوك معين يدل على أني سلوكي حضاري، يدل على أني سلوكي سلوك الفطرة الإنسانية السليمة وليس الإسلامية، السلوك الإنساني. أنا أقول أدب إنساني وليس أدب إسلامي. هذا شيء طبيعي يا فندم. هذا الجميل. أنا أحتوي، يعني مصر طول عمرها تعايش سلمي. صحيح. مصر صحيح. تجتذب كتاب مفتوح لكل العالم. يكفيني شرفا عندما يتحدث أخ سوري عاد من مصر إلى النمسا وإلى سوريا ويقول مصر اتسعت لنا، مصر كانت أبكي عندما أذكر مصر. يعني عشت في مصر، كنت أشتري كل شيء وأجد كل شيء أنا لم أجده في سوريا رغم الأسعار العالية جدا. معنا في الاتحاد معظم الاتحاد من السوريين ومن العرب. يبقى إذن أنا أقدم لأمة وليس لفرد وليس لدولة.
أنا مصريتي أعتز بها صحيح. وقوميتي أعتز بها. تصبح سفيرا ونموذجا لهذه الثقافة. صحيح. أنا أحب مصر جدا وأحب مكة لأنها دولة أو كعبة العالم الإسلامي، مهبط الوحي. صحيح. البلد التي أحبها الله وأحبها إبراهيم عليه السلام وأحبها محمد. عندما قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد وهو حزين في المدينة التي تنشرح لها القلوب، قال إن لا رادوك إلى معاد. معاد هي مكة. ما يحزنني أيضا عندما قرأت في التراث أن عندما علامات الساعة والناس تنزح بعد خروج النار من قعر عدن تهدم الكعبة على يد ذو السواكتين، ويصير الناس يركب الفرد دابة والآخر يسير. مما يقال في المرويات المتعددة. الذي أحزنني عند المسجد النبوي، قال فرد لآخرين، قال لي جدي كان يذكر هنا لا إله إلا الله، ناسي أن يقول كان هنا مسجد رسول الله. التراث ممتد، حضارة واسعة عربية متعددة الاتجاهات. وباليقين كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين قيامة أو فيما معناه. نعم. هذا التعبير هو الذي يثلج صدورنا ويجعلنا ندرك أن الخير باق على هذه الأرض، والخير ليس بعنوان دين من الأديان، وإنما الخير بعنوان أن أراد الله هذا البقاء للإنسان، أن يكون قادرا على العمل وعلى الإضافة وعلى أن يكون نموذجا في خلقه وسعيه، فيكون تصديقا لرسالات السماء كافة التي جاءت بكل كريم للخلق على هذه الأرض. يعني هذه المساحة من الحماسة اللي حضرتك بتعبر بيها، يعني كنت يعني أتمنى أن يفسح لنا وقت أكثر مما هو متاح، لكن فيما بقي لنا يعني أهم المشروعات البحثية أو الفكرية اللي حضرتك تنتوي. يعني حضرتك طرحت إن الدكتوراه العمل بها قائم، وإن شاء الله تتم وتنجز على يعني قابل الأيام وقادمها، لكن يعني أهم المشروعات البحثية اللي حضرتك معني بيها. والله عندي مشروعات بحثية كثيرة، ولكن تؤجل بعضها البعض، لكن لحين أن أنهي الكتب التي أقرها مجمع البحوث الإسلامية، وبعد ذلك أرتبط بالمجتمع، أكتب عن الأحداث اليومية أو الأسبوعية. أحب أن أكتب للأبناء النشء والبنات خاصة، أن يقرأوا، يكون في كل بيت مكتبة ليست لترص على الأرفف ولكن لتقرأ. وهناك مكتبات كبيرة مثل المكتبة الشاملة، يستطيع الإنسان يقرأ أي كتاب أو يسقطه من الإنترنت دون أن يدفع أي نقود، يقرأ المفيد النافع. نحيي ثقافة الحوار، نحيي تلاقي الحضارات، تشارك الأم، ترجع مرة أخرى لتكون أم مدرسة، تعد أبنائها وبناتها، أو الأبناء معروف الأبناء والذكور والإناث، تعدهم للاندماج في المجتمع، تعدهم أن الحياة ليست اقتناص وانتهاز فرص. نتكلم في الخطوبة والزواج، الأم يرجع البيت مثل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، اختاروا من ترضون خلقه ودينه. العلم يكون في الاتجاهات الصحيحة. المجالات الطبية أيضا، وهذا ما أود أن أكتبه، تختار البنت أو الابنة اختيار تخصصات اللي هي يحرم على الرجل الطبيب أن يعملها، كأمراض النساء والولادة لا، يحرم دي كلمة أكبر من هذا اللقاء يا فندم، سامحني. يعني يحرم مجازا أكبر منا يعني وأكبر من قدر ما نملكه من علم. يعني يكون كل في مجال. ربما هناك أفضليات لبعض المجتمعات تفضل هذا وبعض المجتمعات تفضل هذا. أنا أتكلم عن مجتمعنا العربي يعني، وأنا أقصد مجتمعنا العربي، لكن هذه الأفضلية نتركها لظروفها فندم، يعني بدون حكم من جانبنا. يعني لسنا أهلا لا لفوتيا ولا لحكم. أنا لا أحكم، يعني أنا ولكم القدر والقيمة يعني، لكن سامحني. يعني أنا أقترح وأفضل
ولكن تفضيل، وربما تفضيل شخصي، وربما تفضيل مجتمعي، وربما مجتمع صحيح يقبل. صحيح الطرح ولكن الى غضاضة نضع فيه. القوالب في مسارها ونصابها، نضع الامور اللي هي الثقافيه والحياتيه والاحترام والاخلاق في قواعدها. هو ده الاساس يا فندم. اللي هو انما التزيد في اشتراطات معينه ربما أنا لا تعنينا أشترط، في شيء، ولكن يعني ولن نجعل من انفسنا اربابا نفتش في هذه قلوب الناس الامور انا بتحليل احكيها عن وتحريم. تجربه، انا احكي يعني هذه الامور عن صحيح، تجربه. وارد ان طبعا. في الغرب نسائنا لا ترفض تعمل علاج طبيعي، لابد يكون التي تمارسه امراه. يا فندم يعني كل أسرة لها أن تختار ما ترتاح إليه، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لكننا لن نحتكر علما ما دام هناك نابه في مجال تسعى الدنيا إليه، فلن نعرض عنه. وإنما الأفضلية، والإنسان هو الذي يستفتي قلبه ويتجه بنفسه إلى ما يختار، وإن أفتوه يعني على ما أظن. نعم، وأظن أن سعة الأفق اللي بتمنحها لمن عاش في الغرب ومن عاش في هذه المجتمعات تمنحه قدرة على الموضوعية في الحكم، يعني نعم. أكثر منها يعني تحزب لفكرة أو لقالب. مع احترامي لحضرتك، أنا أنقل معايشة. صحيح. أنتم من يعني عايشتم هذه الاتجاهات. يعني مثلا احترام الآراء واحترام الآخر في ثقافته. يعني أنا لماذا أرفض الحجاب وهو ثقافة حتى لو ليست دينية؟ ومن الذي يرفضه؟ هناك بعض المجتمعات صحيح، لكن هذه المجتمعات التي فضلتموها وعشتم فيها، يعني نحن لا نفضلها باختيارنا، القدرة أن قدر الله هذا ونعم بالله. لكن الإنسان له قدرة على معينة وتنقلنا بين الدول، وليست بالضرورة أن نقيم في دولة، نذهب ونعمل رحلات سياحية في دول جميلة، ليست بالضرورة أننا لكن أنا من ذهبت، أنا من اخترت أن أذهب، فيعني علي يعني أن أكون مدركا لطبيعة هذا المجتمع وسماته، وربما خطأه الذي يعيش عليه ويقدره ويتجنب الصواب، وربما يتحزب أو يتحيز لفكرة. أنا لا أتحزب، ولكن هي خيارات. لا، أنا أقصد المجتمعات التي يختارها الإنسان. ومعظمنا في بداية حياتنا اخترنا السفر، كنا صغارا في السن. أما الآن قد كبرنا وتعقلنا وفهمنا أخطأنا قبل ذلك. فكرة السفر ممكن تكون كانت موضع مراجعة لو الخبرة كانت اكتملت. لو الخبرة مكتملة أو كانت متاحة أختار دولة معينة. يعني أنا سافرت النمسا وكنت أظن أنها تتحدث الإنجليزية بداية، يعني بداية من البداية كده. البداية يعني عندما اخترت السفر في أسبوع كامل، أسبوع فقط لا غير. كانت مفاجأة من القدر. كان قرار للبحث عن عمل أم قرار للبحث عن دول معينة، مثلا بريطانيا. الهدف منها كانت أجيد اللغة الإنجليزية وأترجم الأشعار مثل عبد القادر المزني وأسلك في هذا المجال. كان ده الخيال لطموح الشاب في ذاك الوقت، في هذا الوقت. جميل. وإن كان بالنسبة للآخرين كان نحن نذهب لنعمل ونكون أسرة، نعمل كذا. أنا كان هذا شغل الشاغل في البداية، مع طبعا حياة جميلة. لكن ما سيعنى بالترجمة لم يعنى بأن النمسا لم تتحدث الإنجليزية في هذا الوقت. النمسا لا تتحدث الإنجليزية، صحيح. وفي نفس الوقت هناك ثقافة أيضا. ألمانيا تتحدث الألمانية الجميلة الفصحى. النمسا تعتبر الرايخ الثالث بالنسبة لألمانيا، يتحدثون اللغة اللي هي يعني فيها ريفية شوية. لذلك كل من سافر إلى ألمانيا تعلم اللغة الألمانية في 3 سنوات أو أقل. في النمسا تقابلك عدة لهجات ولكنات مختلفة عن بعضها. النمساويين أيضا هم يهرجون على بعضهم في التلفاز ويقولون لغة كذا، نحن لسان داخل حتى نفس اللغة. لكن لكن اللغة الألمانية الأصيلة جميلة، التي تميز فيها أطباء كثر من المصريين والعرب. وهذا يدل على أن العلم، باب العلم اتجه من بدايته للعلم. يعني عندما ذهب إنسان، وهذا يرد على سؤال حضرتك، الذاهب إلى الغرب للبحث العلمي وتكملة الدراسة والرسائل العلمية، كان خطه من البداية الدراسة وفي اختيار بإرادته لغة معينة وهيكمل كذا. أما نحن ذهبنا للعمل
ثم أتت هذه الفضائل من الله سبحانه وتعالى بالله. لاستغلال الوقت والقدر، وأنا لا أحب أن أضيع من وقتي ولو ثانية. الحمد لله. وأنا الحمد لله، وإن كنت يعني بعتبر نفسي نبراس لأبنائي أو أسرتي، هم يقتدون بي، وهناك أناس آخرون يتأثرون بي، وأقمنا بعض الندوات هنا. يعني أنا سعيد بهذا اللقاء كثيرا، وإن شاء الله حضرتك. يعني ما دام الطرح فكرا يلتزم بصواب أننا جميعا نريد أن نحيا حياة أفضل للبشر كافة، فهذا هو الأساس في كل فكرة تعبر عن ثقافة في تمازج ما بين الثقافات. فالعبور من ثقافة إلى ثقافة أمر ممكن، لأن ليس هناك ثقافة أفضل من ثقافة على الإطلاق، وإنما هناك ثقافات تملأ هذه الدنيا تتمايز فيما بينها اختلافا واتفاقا على حد السواء. التحية والتقدير لضيفي الكريم الشاعر والكاتب والباحث الأستاذ أحمد إبراهيم مرعوه. شرفنا بكم يا فندم في هذا اللقاء. وسادتي الكرام، نستمر في البناء داخل الإنسان وفي المجتمع بأسره، ونحن نصنع سويا الجمهورية الجديدة التي تقبل كل الأفكار ما دامت أفكار تضيف للإنسان وتحترم الاختلاف ما بين البشر وحتى ما بين الثقافات. سنكون بعيد لحظات مع الأستاذ الدكتور محمود الجمال، العميد السابق لكلية الهندسة، أستاذ هندسة القوى الكهربائية، في حديث حول السعي لتأمين مصادر متعددة للطاقة. فالطاقة الآن في هذه الدنيا هي الوقود الحقيقي لهذه الحضارة، فالإنسان امتلأ فكرا والإنسان استطاع أن يكون فاعلا في هذه الدنيا، فيحتاج هنا إلى الطاقة. الحدث والحديث بعيد لحظات.